رجاله، هو احنا المفروض دلوقتي نغير المساعد ونعرفك المساعد بيتغير ازاي بمنتهى السهوله، انما الحقيقه المساعد لسه فيه شويه، يعني لما جينا خلاص هنغير حاجه لقيناها ممكن يدي شويه حلوين كمان، فصعبان علينا ان احنا نغيره دلوقتي. ولكن بالمناسبه برضو خلينا بما اننا فتحنا تصوير، فخلينا دلوقتي يا رجاله نقول لك على معلومه مهمه جدا. في ناس بتشتكي ان المساعد بتاعها ناشف، وفي ناس تانية بتشتكي ان المساعد بتاعها خفيف من الواضح في الكومنتات على القناه. فعايز اقول لك حاجه مهمه هتفيدك ان شاء الله الى حد كبير. ما تيجي تبص على المساعد ده من تحت كده. طب بص يا رجاله، تعالوا نكمل كلام على المساعد الجديد، عشان المساعد ده ملحوس من تحت وممكن الدنيا ما تبانش قوي في التصوير. بص يا رجاله، ده المساعد من تحت اهو، تمام؟ ده من تحت. هنا الدرجات، طبعا معظمكم عارف حكايه الدرجات دي، والكلام في النقطه دي بالذات مش جديد. بس الجديد بقى اللي معظم الناس ما بتاخدش بالها منه، هي الدرجات دي ايه لازمتها؟ في ناس بتقول لك الدرجات دي بتعلي المساعد، وفي ناس بتقول لك الدرجات دي بتوطي المساعد. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده مش بيعلي وبيوطي المساعد. اوله هنا زي اخره هنا، ما بيعلاش. تمام؟ اللي بيعلي المساعد هو العلايات اللي تحت. تمام؟ ودي احيانا بتعمل ارتباك، وانا ما انصحش بيها اصلا بالعلايات اللي تحت. انما الدرجات دي يا سيدي الفاضل، ما واحد يقول لك عايز اعلي المساعد، فما تقولوش انقل. لا يا صاحبي، ما بتعليش. امال بتعمل ايه؟ دي حضارات اسمها روح المساعد. ايه روح المساعد دي يا عم؟ روح المساعد دي زي روح الغيار كده. مش انت وانت بتدي غيارات بالموتوسيكل في ساعات بتلاقي الغيار روحه طويله؟ اهو ده برضو المساعد. المساعد هنا حلاوه، هنا بتجيبهولك هنا. تمام كده؟ بتنزل من المصنع هنا. طبعا مش في مصانع تانية، اسامي تانية بتنزلها هنا، في مصانع بتنزلها هنا. تفرق ايه؟ كل مصنع له وجهة نظر. انت لما تكون هنا على الدرجة دي زي ما الحلاوة بتنزلها، المساعد هيكون ناشف معاك. تمام؟ مش هيكون عالي معاك، هيكون ناشف معاك شوية. حلاوة شايفة ان ده بيساعد شوية وبيخدم شوية في الحمولة، والحقيقة الكلام ده صحيح، ولذلك تستشعر ان مساعدين حلاوة ناشفة شوية. تمام كده؟ انا لو انت حاسس ان المساعد بتاعك ناشف، لكن هو شغال وكويس وكل حاجة، بس المساعد ناشف معاك وعايز تهديه شوية، خد بالك المساعد لما بتنقل هنا، كل ما تنقل هنا تبقى روحه قصيرة. روحه قصيرة اللي هو بتضغط السوستة. لما بتضغط السوستة المساعد نشف معاك بقى، واخره بقى قريب، ما بقاش اخره. انما لما تفرد السوستة معاك، خلاص يا صاحبي، لما السوستة بتفرد معاك ده معناه ايه؟ لما السوستة تتفرد يا صاحبي، ده معناه ان المساعد ياخد ويدي معاك في مساحة اطول. تمام؟ فيديك راحة وسلاسة اكتر شوية. فانت يا سيدي الفاضل، لو مساعد بتاعك مش ضارب زيت ولا اي حاجة ونوعه كويس وحاسس انه ناشف معاك، تأكد انه على الاولانية دي. خلاص كده؟ طب هو على الاولانيه وناشف، فتقدر تغيره بنوع بقى تاني، فلان ده اخر حاجه يعني. تمام يا صاحبي؟ حابب المساعد معاك خفيف قوي وبيطب وبيجيب اخره، ممكن تشده شويه، تضغط السوسته بتاعته شويه على المراحل التانيه دي يا شباب. القصه دي يا شباب ما تعليش المساعد وتوطيه، دي تنشفه وتهديه. ناشف وصعب وقاسي او لين معاك، دي الدرجات دي يا شباب. طيب اللين والقاسي ده يشيل افضل من ده، لان ده بيدي سلاسه معاك وللحموله. لما تكون متعود تمشي لوحدك، متعود تمشي شايل، هتضطر تشد على السوسته شويه عشان السوسته تمسك نفسها شويه. دي يا شباب اللي انا عايز اقوله لك، المختصر المفيد دلوقتي. المساعد بتاعك ناشف وسليم وكل حاجه، تاكد انه على دي. خلاص على دي اخر حاجه، مفيش حاجه بعد كده تقدر تغير بقى بعد كده. طب المساعد بتاعك دلوقتي طري قوي، وانت محتاج تجيب تشده شويه، يبقى هتنقل هنا يا صاحبي على الدرجات دي بالتساوي معاك وانت نازل. هتنقل ازاي؟ اظن معظم الناس عارفه النقلان ازاي. بترفع السوسته لفوق، وبعدين بترفع دي ودي. خد بالك يا صاحبي ايدك تتزنق هنا، لو ايدك اتزنقت هنا السوسته دي صعبه. خد بالك وانت بترفع ما تجيبش ايدك تحت السوسته، خليك شغال من تحت. خلاص كده يا عزيزي؟ دي اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي. فتاكد دلوقتي يا سيدي الفاضل من الدرجه في المساعد بتاعك قبل ما تفكر دلوقتي في ان في مشكله عندك او حاجه زي كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.